صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده يا جماعه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا، اللي هي استغلال يوم الاجازه. طول الاسبوع احنا بنقعد نشتغل مستنيين يوم الجمعه يجي، واول ما يوم الجمعه بيجي بننام من اول النهار لحد صلاه الجمعه، ودي مضيعه للوقت. انت لازم لما يجي يوم الجمعه، تمام، تبقى حاطط في اعتبارك انك تعمل حاجه زي ايه مثلا؟ حاجه انك مثلا تخرج، تتعلم حاجه. خلي بالك من الحاجات اللي ممكن تتعلمها، مثلا انك تتعلم مثلا الخط. ليه بقى الخط؟ اشمعنى الخط؟ لان انت لما بتروح انترفيوز بيدي لك سي في تملاه. السي في ده لما بيتكتب بشكل جميل بيفتح نفس الراجل اللي هيقرا السي في انه يختار السي في بتاعك. ليه بقى؟ لان انت باين ان انت فنان في حاجه زي كده اتعلمتها، تمام. يعني الخط ده باب رزق، زمان كان الخط باب رزق. فانت لما تتعلم مثلا الخط ده هيخليك انك تتميز وسط الناس، ودي مهاره، تمام. استغلال الاجازه انك تتعلم الخط، انك مثلا ممكن تحط في بالك انك تتعلم حاجات كتير في الوقت ده. ولما تيجي تتعلم حاجه حاول ان انت تكتب على التقويم بتاع الموبايل انك في الساعه الفلانيه او في الوقت الفلاني هتعمل كذا. ليه؟ لان انت لما تشيل حاجه من بالك، تمام، والموبايل يفكرك بيها بيبقى عندك استعداد انك تعملها. فانت لما تسجل على الموبايل حاجه انت عايز تعملها في الوقت الفلاني، كمان بتشيل من دماغك الفكره دي، ولما يجي وقتها بتقدر تنفذها. لان الواحد دماغه بتبقى مليانه افكار، تمام، ما بيعملهاش كلها. فلما ما يعملهاش كلها يبتدي يتنرفز، تمام. بيتنرفز لا ارادي. بيتنرفز ليه؟ لان هو عنده حاجات كتير عايز يعملها، فمش عارف يختار الوقت الصحيح. هو بنفسه لما يجي يرتب الحاجات دي على تقويم الموبايل، يقول في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه هعمل كذا، بيشيل من دماغه الفكره دي وخلاص كده بيستريح شويه. طول ما هو بيقسم وقته بالطريقه دي هيبقى عنده وقت كبير يعمل حاجات كتير قوي ويبدع فيها. بس يا سيدي، ودي كانت نصيحه من نصايح استغلال الاجازه. ما ننساش اللايك والسبسكرايب والكومنت عشان نعمل فيديوهات تانية كتير لو عجبكم الفيديو ده. سلام.